مؤامرة خطيرة تهدد المنتخب المغربي في دور الثمن النهائي ضد جنوب إفريقيا. شاهد التفاصيل. قبل ما تشوفوا التفاصيل نتمنى انكم تدعمونا باللايك للفيديو، الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات باش توصلوا بجديد الاخبار المنتخب المغربي. في تطور مثير ومفزع في عالم كرة القدم الإفريقية، تتعرض مشاركة المنتخب المغربي في كأس إفريقيا لتهديد خطير، وذلك بعد وقوع مؤامرة تعتبر من بين الأخطار التي تهدد نزاهة هذه البطولة الكبرى. تعود البداية إلى مباراة المغرب ضد الكونغو الديمقراطية في دور المجموعات، حيث أثيرت ادعاءات مثيرة للجدل تتهم مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي بالتورط في تصرفات عنصرية ضد لاعبي الفريق المنافس. ومع عمق التحقيق اتضح أن هذه الادعاءات كانت جزءا من مؤامرة مدبرة تهدف إلى تشويه سمعة المنتخب المغربي وإفساد جهودهم في البطولة. ولكن التحدي لم يتوقف عن هذا الحد، حيث بات من الواضح أن جنوب إفريقيا تحمل دورا رئيسيا في هذه المؤامرة. فقد أشارت جريدة مغربية إلى محاولات التشويش على مدرب المنتخب المغربي وتضليل الرأي العام بهدف تقويض ثقة الجماهير في أداء المنتخب المغربي وإحباط جهودهم في البطولة. الآن ومع اقتراب مواجهة الثمن النهائي بين المغرب وجنوب إفريقيا، يتساءل العديد من عشاق اللعبة عن مصير البطولة وعن كيفية تأثير هذه الأحداث على أداء المنتخب في الملعب. من المهم التأكيد على ضرورة إجراء تحقيق دقيق وشفاف لكشف حقيقة ما جرى ومحاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات الغير أخلاقية التي تهدد أسس اللعب النظيف وروح المنافسة العادلة في عالم كرة القدم. في النهاية يظل الأمل معلقا على أن يتخذ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والسلطات المعنية إجراءات فعالة لضمان سلامة ونزاهة هذه البطولة الرياضية الهامة، وأن تظل كرة القدم ميدانا للمنافسة الشريفة والروح الرياضية العالية بعيدا عن التآمر والمؤامرات الخبيثة. نشكركم أعزائنا الكرام على حسن المتابعة، لا تنسوا دعمنا بلايك للفيديو والاشتراك وتفعيل زر جرس التنبيهات لتتوصلوا بالجديد.